يبدأ فيلمنا اليوم بحرب أمريكا مع الفيتنام. حصلت معارك طاحنة ودفع فيها الأمريكان ثمن غالي. بطل فيلمنا جندي أمريكي اسمه نيك باركر، تعرض لإصابة كبيرة وفقد فيها البصر وبيحاول يهرب من أي مكان، لكن بيصطادوا الفيتناميين بشبكة كبيرة وبيوقع أسير بين إيدين الشعب الفيتنامي. الشعب الفيتنامي شعب مسالم كتير، بيعالجوه من جراحه وبيعتنوا فيه وبيعلموه كيف يعتمد على نفسه ويستعمل حواسه بشكل جيد، وبيدربوه تدريبات احترافية عالية عن كيفية التعامل مع السيف بقوة السمع وتفعيل الحاسة السادسة. بينجح نيك نجاح كبير وبيعيش حياة سعيدة مع القرويين. بعد 10 سنين بيرجع نيك على الولايات المتحدة ليدور على صديقه فرانك. بيلاقي تمساح على الطريق بيضحك وبيقول له أنت كلب لطيف. بيشم ريحة الأكل من مسافة كبيرة فبيحول وبيفوت على المطعم. بالمطعم في مجموعة شباب زعران عرفوا إنه نيك أعمى. هالشاب الأزعر حب يتنادل معه، بيقوم بيعبي له الفطيرة فليفلة نار. بيضحكوا عليه كتير، بيقول له نيك هي مو حد يحط لي حد كمان. تدخل صبية من الباب بيصيروا ضايقوها كتير. للحظة بتوقع الشنتاية قدامه لنيك، بيقول له الأزعر هات الشنتاية قبل ما شوها. بيجدبها نيك عليهم بكسر راسهم تكسير. شخصيته حلوة ومرحة كتير. بمقاطعة رينو نيفادا منشوف عصابة ماكريدي عم بيعذبوا فرانك رفيقه لنيك عذاب كبير. فرانك تورط معاهم بديون كبيرة، بيهددوه بشراسة وبيخلوه يرضخ لطلباتهم، يصنع لهم مخدرات على كيفهم بحكم كونه كيميائي خبير. بعد فترة بيندل نيك على بيت فرانك وبيوقع ابنه بيلي لعبته من الشباك وبيتلقاها نيك وبدق الباب عليهم. بتفتح له لين مرت فرانك الباب بترحب فيه كتير، بتقله يا بيلي تعال سلم على عمه، وبتروح لتساوي له شاي. بيلي بيحاول يمزح معه، بيكتشف انه اعمى من نوع خطير. بتصب له لين الشاي وبتقول له انه هي وفرانك متزاعلين. بيقول لها نيك في ناس على الباب شوفي مين. بتقوم بتفتح الباب بتلاقي عناصر شرطة شكلهم ما بيطمن، وبيدخل وراهم ساق السفاح وبيقول له وين ابنك وليك. بيقوم نيك بكب الشاي على وجهه لساق أصادا. بلحظة ساق الشبيح بيخطف لين وبيزت بيلي على الأرض، بيقتل لين بدون رحمة. بيقولوا له الشرطة بس نحن ما كنا متفقين على هيك. نيك بهاللحظة بيشغل حواسه منيح، هي عصابة خطيرة وما بدها تفكير. بينقض على الشرطي وبيقطع له ايده وبيرمي نفسه على الغرفة الثانية. بيقوم بيجرح الشرطي جرح كبير. المجرم ساق ناوي على غدر وبوقع عليه الخزانة. نيك جاهزيته عالية وما بينصاب، بيطعن الشرطي الغدار وبيقتله. وعلى لحظة كان قطع راسه لساق، بحميله السيف لكن السافل بيرمي نفسه برات البيت. بيرجع لعند لين بيلاقيها عم تحتضر، بيقول لها مين هدول وشو بدهم منكم؟ بتقول له هدول اعدائه لفرانك، وعدني انك تدير بالك على بيلي وتوصله لابوه. بيقول لها وصلتي بيلي برقبتي، لكن لين بتلفظ انفاسها الاخيره. بيطلع من البيت وحامل بيلي على ايده، بيقول له امك بدها ايانا نطلع مشوار ضروري. وبيدخلوا على المحطه ليسافروا على مدينه ابوه. الشرطي بيشتلق عليهم وكانه في شيء مو طبيعي. بالاخير بيطلعوا بالباص. منلاقي ساق الشبيح واقف لهم على الزاويه عم بيحاول يندل عليهم باي طريقه. منلاقيهم طالعين بالباص. بيلي مدللته امه كتير، نام وحط رجله على نيك وبطقه كف من قفا ايده. بيلي مدلل وشغلته كبيره. بهاللحظه منشوف فرانك مسجون تحت التهديد لينفذ مطالبهم، وبيبعتوا له صديقته اني وضاغطين عليها لتحاول تقنعه. بيقول لها يا اني ابني مفقود ونفسيتي تعبانه. بتقول له طول بالك الا ما الله يفرجها. بيطلع نيك من الاستراحه وبيوقع وقعه كبيره. بيضحك عليه بيلي وبيوقع نفس الوقعه. بيقول له نيك من شان تحرم تضحك على العالم، قوم يلا الحقني على الباص. وهن قاعدين بالباص بيقول له شفتك رجع جزدان يا حرامي. بيقول له بيلي كيف شفتني وانت اعمى؟ عمو شو قصة هالصورة؟ شكلك صديق البابا من زمان. بيقول له يا بيلي انا وابوك رفقة عمر ومرينا باوقات عصيبة كتير. تعرف انت يا ابني نحن كنا معتدين وكان لازم ندفع الثمن. بيقول له يا عمو كيف كنتوا معتدين؟ بيقول له يا بيلي دولتنا ضحكت علينا وبهدلتنا وصارت سمعة الامريكان بالاراضي. وبيوصلوا على المحطة الثانية. بيلي بينزل مباشرة على التليفون وبده يحكي مع امه، لكن نيك بيسحب السماعة من ايده وبيقول له على اللي صار. بيلي بيرفض يسمع الحقيقة وبيهرب بين القصب. بيكون زعلان كتير وعصابة ماكريدي عم يتبعوهم بالميلي. بيلي بيكون يائس وعم يرقد بين الأغصان. بيحاول نيك يتبعه بالصوت وعرفان بحجم الخطورة. للأسف بيوقع بيلي بإيد ساق الشبيح. بيحمل بيلي وبيزته بالكوخ وبيسكر عليه الباب. ماكريدي عنده شبيحة خطيرين كتير. نيك بهاللحظة عم يرفع الحاسة السادسة وجاهزيته عالية للقتال. بيقوم بيخدعهم بذكاء وبيخليهم يقوسوا على بعض، وبيقتل الشبيح بطريقة احترافية كتير. بيكون ساق الشبيح عم يراقب الوضع وبيقوس على الأغصان بغباء. وجه له نيك ضربة بالسيف وبوقعه مثل الكلب. بيضربه ضربتين بالسيف وبيرميه على الأرض. وبيفوت وبيخلص بيلي وبيحضنه بحرارة. بيلي غالي عليه كتير وبيقوم بيحمله وبيمشي فيه على الطريق. بهاللحظة بيكون ساق الشبيح ما مات لأنه لابس درع حماية وبيضحك بكل سفالة وحقارة. ماكريدي الخنزير جن جنانه بيقول له أعمى قتلكم كلياتكم. بيقول له جيبوا لي بروسلي. بيقول له مات. بيقول له ما مشكلة أي بيمشي الحال. على الطريق بيكون نيك بالغابة عم بيواسي بيلي وبيقنعه يرجع لعند أبوه. بيقول له يا بيلي أي أب بيتمنى أنك تكون ابنه. بنشفوا ثيابهم وبيوصلوا على بيت أبوه القديم. بيقول له يا بيلي لازم تتعلم كيف تسامح. بيوافق بيلي وبيدقوا الباب.
تطلع له اني بتسحبه من ايده وبتفوته. بيك وتايزون الشبيحه عاملين لهم فخ، بيضربوه بيربطوا بيلي. اني بتقول لهم حرام عليكم هذا طفل صغير، بيسكتوها وبيضغطوا عليها. بيلي ونيك مربوطين بالسياره من ورا، بيعلم بيلي كيف يفك حاله من القيد وبينجح بيلي، وبيطالع القداحه من جيبه وبيخلصوا كمان. بيكون تايزون السافل عم يلعب بالسيف لكن سلاح بايد بيجرح. بينقهر كتير وبيرميه على الطريق. نيك بيسمع الصوت بيقول له يا بيلي هلا بلش عد. بيحرقوا القماش وبيزتوه عليهم، بيقوموا وقفوا السياره بدهم يشوفوا شو صار. يفتحوا عليهم الباب ببهدلوهم اخر بهدله، وبيطقوا بيلي لتايزون بالقنينه على راسه، وبيرقدوا على السياره وبتسوق فيهم اني السياره بسرعه. بتقوم بتكوع مثل بعض الاندال وبترجع برجوع. بيك وتايزون عملوا خطه، بيقول لاخوي مريض ساعدونا، بيغدوا فيهم بكبوهم برات السياره. العجوز مانا سهله ابدا، بتشبرن رصاص. نيك كان عم بيعد بقلبه بيقول لهم هون كبوا السيف. بينزلوا ليدوروا عليه بيلاقيه بيلي. اني بتصرخ اهربوا، وبيدوسوا على نظارتها بالغلط وبيفوتوا بالحيط. بينطوا على السياره باقصى سرعه. نيك بشغل الحاسه السابعه وبصير يسوق فيهم. بيلي بيعطيه الاتجاهات. بينقروا سياره الزلمه شيء اني بيقول له العمى بقلبك شو اعمى؟ بيقول له ايه والله اعمى. بيقول له اذا هيك ولي على امي. بيطلق عليهم السفل النار وبتفوت الناس ببعضها. نيك عمل لهم ازمه كبيره، سايق السياره ومكيف الله عم بيجيبها معه بطريقته، وبيصيروا مع السفله بالمواجهه. وبيلي بوجه لهم اهانه باصابعه. بيقوموا للنكايه بيكسروا عليهم، تطلع لهم سياره قدامهم بيفقدوا السيطره عليها وبتقلب فيهم سياره وبيتبهدلوا اخر بهدله. بيلي واني بيشمتوا فيهم لكن بيطلع لهم حيط باخر الطريق وبينفذهم الله باخر لحظه. بتقول له اني نحن لساتنا عايشين؟ بيقول له والله كاني. بينزلوا بيحطوا خطه جديده. بيقول له يا اني لا تخافي، انا رح ضل معكم للنهايه لانك تطوعتي تساعدي هالعيله. بيصرخ بيلي وبيقول له عمو نيك وعدني انك ترجع وما تتخلى عنا. بيقول له بوعدك رح ارجع، ودير بالك على خالته اني بغيابي. وبيكمل طريقه وبيوصل على الملهى، المكان القذر والوكر اللي عم بيمارس فيه ماكريدي كل نشاطاته. عم بيساوي بالملهى افعال محرمه، قمار وربا من العيار الثقيل. بيبدا نيك يسجل اصواتهم ويتعرف عليهم كلب كلب. ماني الشبيح هو النجس الكبير اللي عم بينفذ لهم العمليات. العرض محاط بمجموعه بوديغاردات قذره، وبيتوغل نيك بيناتهم كسبون عادي وبيحقق بالسمع العالي ارباح كبيره. بيجوا لعنده كلاب ماكريدي بدهم يشلحوه كل ارباحه. ونيك بهاللحظه بيسمع جهاز الغش اللي مركب تحت الطاوله. بيقول له القرصون تعيش وتاكل غيرها. بيقوم نيك بشق له القميص بالسيف وبيكشف على كل شيء. الزباين بجن جنانهم، بتعلق الناس ببعضها وبتشتغل السرقه ابو جنب. نيك بيتسلل بيناتهم، بيطق البوديغارد صواب قليم على بيضاته وبيخصيه وبيهرب. لكن بالطابق الثاني بينكشف، بيكون حاطط الزلمه بالثلاجه، بيمثل عليهم الاستسلام، بيضربهم بشكل خطير. بيسمع صوت الخنازير بالاسانسير، بيقوم بيعطله وبيعصيهم مثل الكلاب. وبيدخل على مكتب الخنزير ماني، بيقول له الخنزير ماني يا اعمى الكلب اطلع لبرا. بيقوم بحركه وحده بيقص له كل شعر حواجبه. بيقول له دخيلك لا تضربني. بيضربه وبيدخل على المكان اللي حابسين فيه فرانك بيفرح كثير لما بيشوفه لنيك. بيقول له ابنك وخطيبتك عم يستنونا يلا اطلع. بيقول له استنى شوي. بيشيل اسانسير الكبتاغون بيحرقوا المكان، بتتفجر المعدات كلها وبيقطعوا عليهم الطريق حتى ما يتبعوهم. وبيوصلوا على الباص بدهم يجيبوا اني وبيلي. بينصدموا بيلاقوا كولين صديقة اني مقتوله. فرانك بهاللحظه بيفقد اعصابه، بينادي على بيلي بيقول له وطي صوتك خلينا نعرف نفكر. فجاه برن الهاتف وبيكون ماكريدي اللي على الخط. بيقول له ابنك وخطيبتك بضيافتنا، بتجيب اسانسير الكبتاغون وبتيجي لعندي مثل الكلب يلا لشوف. بيقوم بيطلعوا بيسافروا لعندهم وما عندهم اي حل تاني. بيعبوا اناني المونيتور وبيتعهدوا يضلوا مع بعض للموت. بيطلعوا بالتلفريك وانظارهم مشدوده على البرج. عصابه ماكريدي غدارين ولازم يكون الترقب عالي. وبمجرد وصول الكابين بيهجم عليهم ساق الشبيح وبيقوس عليهم بغزاره هو وباقي العصابه. بيمطروا عليهم رصاص بغزاره وما بيخلوا بالكابين شبر ساغ. بيفرحوا كتير وبيقولوا اكيد موتناهم. وبيقدم ساق الشبيح وبينصدم من المفاجأة. فرانك ونيك هربوا من الفتحة السفلية وصاروا تحت بالممرات. وهن ماشيين بنص الطريق بيقول له وقف شوي، الشباب لاحقين نتقدم منيح. بيك وتايزون الكلاب مو ناويين على الخير ابدا وبيطلعوا ليقاتلوهم. بيفاجئوا نيك بالسيف بحلقه، بيقول له وين رفيقك ولك كلب. بيقوم بيطلع لهم تايزون الجحش وبيقوس على رفيقه بيك. بيقوم بينتقم منه بيك وبيقتله. وبيشتغل طلقه رصاص على ابو جنب ماني الندل مو مصلي على النبي بنوب. فرانك بهاللحظه بيهرب ونيك معنوياته بتنهار. بيقوسوا عليه بدون رحمه وبيهرب منهم بصعوبه. وبيتسلل بين ادوات الموسيقى ماني الندل لاحقه وراه على الدعسه. تشتغل الاضواء والشبيحه بعيدوا الانتشار. نيك المسكين اعمى وهن مفتحين. واخيرا بيتحاصر البطل، لكن فرانك بيقطع الكهرباء عليهم بلشوا ضرب رصاص على بعض. ماني الخنزير بيقول لهم بس يا جحاش عم بتصيبوا بعض. وبيصيروا يراقبوا الظلام وعيونهم ما عادت تفيد. وبيطلع له نيك من وراه وبيشتغل قص رقاق بكافة الاتجاهات وببهدلهم اخر بهدله. وبيرمي فرانك عليهم القنابل ونيك بيفلح فيهم فلاحه. بيقوم بيقتل اخر شبيح وبيغسيه لماني وبيغرس السيف بنص قلبه وبيموتوا جميع افراد العصابه. ماكريدي بهاللحظه بيقول له للديلر وين رايح؟ بيقول له ما عاد الي مصلحه، روح شوف عصابتك اللي ماتت. بيقوم ساق الشبيح بيقول له هلا صار لازم نتدخل. نيك وفرانك بيخلعوا عليهم الباب. بيقول لهم هلا والله بالشباب، كيف تحب اقتل ابنك؟ بيقول له فرانك يا نيك طول بالك خلص يا ماكريدي خذ الحشيش كله. وبيقول له ماكريدي شو يا معلم باركر؟ بيقول له ما رح تقدر تفلت بفعلتك.
وبيطلع له مقاتل نينجا رخيص ماكريدي استأجره خصيصا لهاليوم، بيرمي له التفاحة بالهواء وبيقطع نيك برمح البصار، وبيهاجم نيك بدون رحمة وبيضربه ضربات كتير. نيك بيحاول يقاومه على قد ما بيقدر، وبيحط ايده على وجهه بيقول له عرفتك شكلك ياباني حقير، وبيدفعه اللئيم بمزق فيه الساتر وبيضربه ضربات خطيرة. نيك بيتصدى له وبيرفسه رفسه وبرجعه لورا، بيقوم الياباني السافل بيقطع شريط الكهرباء وبينزله بالمي، وبنط بالهوا ساسوكي الكلب ما له سهل وبيقتله بشراسة. نيك بهاللحظة معرض لخطر كبير وبيتعلق بالحبال وبينزل على نيك، ونيك بيتفاداه بصعوبة. بيقوم بيقطع له نيك الحبل وبيوقع السافل بالحوض وبيموت غرقان مثل الكلب. بيقوم بيدخل عليهم ساق الشبيح بيقول له لا يا اعمى الكلب اسلوبك مو سيء ابدا، وبيقول له نيك لكن شوف هالاسلوب يا حقير. بيقوم بيضربه بالسيف وبيقطع له مصارينه، وفرانك بيتصدى لماكريدي وبيقتله. بيطالع ساق السيف من بطنه وبيهجم على المسدس بده يكمل غدره، لكن بيجي نيك بضربه قاضيه وبيزته برات الشباك، وبيوقع السافل على الجحيم شقفتين. وبيتنفس نيك تنفس السعداء بالانتصار وبيقضوا على العصابة للأبد، وبيلتم شمل العائلة بسعادة كبيرة. وصارت آني أمه لبيلي. نيك بهاللحظة عم يفكر بشي جديد، رمى التذكرة على الأرض ويبدو إنه ما رايح معهم. ويصاب بيلي بخيبة أمل كبيرة، بينزل من الباص بيقول له عمو نيك مشاء الله لا تتركنا. بيقوم ببوسه نيك بحرارة كبيرة وبيقول له يا بيلي رجع لعند أبوك. وبيمضي نيك بالشارع وبيختفي ورا الباص. بينادي عليه بيلي وبيقول له عمو نيك أنا بحاجتك لا تروح. وبيأس بيلي وبيرمي اللعبة وبتوقع بإيده لنيك، وبيدرك بيلي الأمر الواقع وبيرجع لأحضان أبوه. نيك كمان بتنزل دمعته، بيحبه لبيلي كتير وبيطلع غصبا عنه، وبيحتفظ باللعبة هدية من بيلي وبيسافر على الطريق لوحده. الملخص انتهى، بتمنى انه يكون نال اعجابكم. كان معكم اخوكم ابو جلال، سلام.